السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده هو وجود أجسام مضادة. وجود أجسام مضادة بيمثل تقريبا 15% من حالات الإجهاض المتكرر. الأجسام المضادة اللي هي بنسميها الأنتي فوسفوليبيد سيندروم. نسبة الإجهاض المتكرر في حالة الأجسام المضادة 15%. طيب إيه السبب؟ بيكون سببه وجود تجلطات في المشيمة اللي بتوصل الدم لكيس الحمل، وسبب التجلطات دهيت بيؤدي لعدم اكتمال الحمل. بيكون علاجها عن طريق إضافة علاج زي الكليكسان أو الهيبارين، بيكون لها تأثير كبير وتأثير مفيد. في نسبة 5% من حالات الإجهاض المتكرر بيكون بسبب خلل جيني في الزوجين، ودي بنوصل لها ان احنا بنعمل زي دراسة للجينات بتاعت الزوجين. السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده هو وجود عيب خلقي في الرحم، بيمثل 10% من أسباب الإجهاض المتكرر. وجود عيب خلقي زي وجود حاجز رحمي أو رحم ذو قرنين أو ضعف في عنق الرحم نفسه بيؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر. بعد كده وجود خلل هرموني. يعني إيه خلل هرموني؟ مثلا زي خلل في عمل الغدة الدرقية بالزيادة أو النقصان، أو وجود أجسام مناعية ضد الغدة الدرقية نفسها، أو وجود مرض زي السكر. بعض الأمراض الأخرى زي تكيس المبايض لها علاقة بحدوث إجهاض متكرر. إيه السبب لغاية دلوقتي؟ السبب الفعلي غير معلوم، ولكن بعض العلماء فسروه بارتفاع هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة في السيدات ديت.